يغيب الدعم المعنوي عن الملاكم العراقي وحيد عبد الرضا الذي يتدرب يوميا بوسائل بدائية تحضيرا لأولمبياد ريو بعد أسابيع قليلة، ويشرف على تدريبه المدرب أحمد عباس الذي يحتاج لرعاية صحية خاصة ولكنه يواصل العمل. عبد الرضا البالغ من العمر 33 ربيعا توج في أذربيجان بالميدالية البرونزية في بطولة العالم، ويتطلع لمنح بلاده الجريح ثاني ميدالية أولمبية في التاريخ، وسيتجه إلى كازاخستان في معسكر أخير. وكانت أول ميدالية أولمبية للعراق في العام 1960 في رفع الأثقال للبطل عبد الواحد عزيز. طبعا كل رياضي معروف مستهدف من ضمن الإرهاب، رغم التفجيرات اللي صارت بالكرادة أثرت علينا كلش، ورغم احنا فرحانين بالبرونزية عالم، بس الله شاهد حزننا كان أكثر من فرحنا. وإن شاء الله نتحدى الإرهاب، ورغم الإرهاب أعماله القذرة نتحدى الإرهاب إن شاء الله ونرفع علم العراق عالميا. بالنسبة لملاكم وحيد، ملاكم بطل وجدير بفوز الوسام البرونزي، أخذ باستحقاق، وإن شاء الله نأمل أنه يحصل على وسام أولمبي، واعتبر الفوز مال وحيد نصر عظيم للعراق، لأن ثاني إنجاز للعراق.